صباحكم عسل، صباحكم ياسمين، صباحكم كده منقط بذكر رسول محمد. اللي ما صلاش يدخل بقى ويصلي كده ويقول الصلاة والسلام على أفضل رسول محمد. عاملين ايه يا أحلى اخوات في الدنيا؟ النهاردة بقى الفيديو ده كده يا بنات، كنت مصورة الصبح. كنت طبعا في اليوم ده قايمة بدري عشان أمشي ابني على المدرسة وبنتي على الحضانة، وفي نفس الوقت ده كان يوم أربع، يعني اليوم ده كان يوم أربع. وهنا احنا هنا في السيلو بتاعنا او الحتة اللي انا قاعدة فيها او المنطقة وكده، يوم الاربع دوت بيبقى يوم سوق. فطبعا قبل ما تسوق لازم أنا اكون بقى مروقة الدنيا وكده. انا طبعا مخلصة شقتي كلها من بالليل، بس طبعا بعد ما خلصت وكده جالنا ضيوف وكده وقعدوا في الصالة وكده. ما طبعا الصالة ايه اتبهدلت يعني ايه شوية. ما طبعا لازم اروقها وكده قبل ما امشي ايه على السوق وكده، يعني ايه عشان لما اجي من السوق تبقى شقتي مرتبة ونظيفة وحلوة وهادية. ما انا قلت بقى ابدأ اول حاجة كده بالركنية اروقها واخلص، وبعد كده همشي على السوق. هي يعتبر بس اللي كان في الشقة كلها هي الصولة، اما باقي الشقة كلها نظيفة، وبصراحة دي ريحني موت وخليني ان انا انجز وامشي على السوق بدري وكده. انا عامة لما بروح السوق ما بكملش ساعة زمن وباجي ما بطولش. رحت بقى يا بنات كده مسكت طبعا الصورة زي ما انتوا شايفين وروقتها وكده ونضفتها، وطبعا برجع كل حاجة مكانها، وهي ما شاء الله يعني الصورة نظيفة وحلوة وهادية. وفي نفس الوقت بقى انا ايه طبعا الجو هنا سقع خالص، وبدا السيراميك يعني بيرمي سقوعية جامدة وكده. ماني ان شاء الله ناوية ان انا بقى هشيل السجادة الصغيرة ديت وهمسكها واغسلها، وهفرش السجادة الحمراء الكبيرة قوي. وطبعا اللي متابعني من اول القناة عارف السجادة بتاعتي الكبيرة اللي بتبقى مالية الصالة ومش بتبقى منفسة خالص من السيراميك وكده، يعني بتبقى مدارية السيراميك تماما. اما ديت انا بفرشها في الصيف عشان السيراميك يتنفس والشقة تبقى مش حارة، والشقة تبقى يعني ايه نفسها حلو كده، مش تبقى الشقة مكتومة. ما السجادة دي انا مخليها يعني للصيف بس. اما في الشتاء طبعا بفرش السجادة بتاعتي بتاعت فرحي الكبيرة الحمرا وكده. ما شاء الله بيبقى شكلها احلى، وفي نفس الوقت بتبقى مدفية الصالة بطريقة فظيعة والله يا بنات. فان شاء الله هفرشها وكده، بس لما انوي ان انا امسك السجادة اللي انا اغسلها، لان انا ما بحبش اعين حاجة بصراحة وسخة. ما انا اول ما انوي كده ان انا هشيل السجادة دي وهغسلها طولها اروح بقى ماسكة الركنية شايلاها وكنسة من تحتيها كده ومروقة، وهعمل ايه بقى تروقة عميقة وكده. فعشان كده انا ايه مروقة ايه بس من على الوش كده وخلاص، وهشغل المكنسة وهكنس الصالة وخلاص. مش اللي انا هعمل بقى ايه تروقة عميقة في الصالة وكده، لان كده كده يعني ايه زي ما قلت لكم انا هشيل السجادة وهمسح واعمل ايه تروقة عميقة، بس مش النهاردة، في يوم بقى تاني كده يبقى ربنا مديني الصحة والقوة ومديني الشجاعة، وساعتها راح اعمله كده. خلاص بقى الشقة قصدي الركنية يا بنات او الصالة ما شاء الله يعني اترتبت، والركنية زي ما انتوا شايفين كل حاجة رجعت في مكانها، المساند في مكانها، المخدات في مكانها، ما فيش بقى عفارة ولا ترابية ولا الكلام ده، والدنيا رايقة معايا جدا. هي عامة الصالة والله يا بنات مش كانت محتاجة، بس انا بحب ايه المخدات تبقى مترتبة، مش تبقى يعني المخدات دي ايه مخدة يمين ومخدة شمال، ما بحبش كده، بحب كل حاجة في مكانها. ما خلاص اهوت الدنيا بدأت تمام معايا، وهنا بقى هجيب بقى المكنسة الكهربائية وابدأ ان انا اشغلها واعمل بقى الصولة وكده. بصراحة بتشفط جميل وبتخلي الدنيا ايه جميلة، وفي نفس الوقت بيبقى لها طبقة كده لو عايزة اكنس بها السيراميك، يعني هي لها مشك كده بقلبه وبكنس بها السيراميك وكده. انا بقى كنست كده برضو السجادة والحاجات كلها، وكان بقى في حاجات زي اسمه دي يا رب سلوك كده، كان جوزي يعني بيعمل خلاط بيصلحه كده عشان هو الكهربائي، ربنا يعينه يا رب ويعين كل واحد على شغلانته. طبعا كان راميلي حاجات بتاعت خلاط وكده، انا خفت بصراحة ليها تعمل لي كتم في المكنسة او تبوظ لي المكنسة. بصراحة انا من نوع جبانة شوية ومن نوع بخاف على حاجتي شوية. ما انا بصراحة رحت بقى مطية ولماهم بايدي ورحت في باسكت الزبالة وكده ورحت رميهم.
قلت يعني انضف ما المكنسة تبوظ وكده. اللي انا مكنستي بصراحة الضربة فيها جامدة، الضربة فيها ضربة. الحاجة بصراحة بتبقى يعني جاية فيها غالية وكده، لاني قبل كده غيرت لها الكف، اللي طبعا من اول ما اتجوزت، هي بقى لها 9 سنين معايا اهوت. بستخدمها وكده. الكف بتاعها بقى اللي بيكنس ده مرة باظوا كده، مش فاكرة كنت جايباه ب300 ولا 350 في الحدود دوت. وكمان جملة، يعني انا جايباه جملة، لأن طبعا جوزي كهرباء وكده وفاتحين محل. ما طبعا الحاجات دي لما بتجينا بقى في سعر الجملة، واحنا عايزين نبيعها لحد طبعا بنغلي شوية. يعني لو 350 ممكن لا يبقى 380 لحد تاني، فاهمين؟ او 300، او ممكن نقول بدل 300 850 ممكن نقول 400، عشان طبعا الزبون بينزل، فاهمين انتوا؟ ما طبعا انا عشان يعني شارياها تبقى مريحة شوية. ما طبعا بحافظ على قد ما بقدر، عشان الحاجة ايه غالية والضربة فيها بفلوس جامدة. ما طبعا لازم الواحد يبقى محافظ على حاجته، وبرضه واخد باله من حاجته، والحاجة تبقى بعيد الأطفال بالذات. يعني حاجات الأطفال، حاجات الكهرباء ديت تبقى بعيد الأطفال خالص. ربنا يحملنا يا رب عيالنا وعيال المسلمين جميعا، ويدي لكل اللي عايز. خلاص بقى أنا هنا كنت خلصت بقى كنيس، ومسكت الصالة كده وروقتها، ودي بقى منظر الصالة. وتعالوا بقى بينا على المطبخ. في الوقت دي يا بنات انا كنت رحت السوق واتسوقت وجيت وجبت بقى التسويقة، وكان ما شاء الله ما شاء الله السوق كان رخيص خالص خالص، وعجبني والله يا بنات. ما كملت ساعة وكنت في الشقة والله يا بنات. هنا بقى طبعا كنت جايبة سمك، وكنت جايباه الكيلو ب65 جنيه. حماتي طبعا ام جوزي وكده فضلت تقولي والله انت شطورة خالص، ده السمك كان غالي، ده انا كنت سألة على سمك صغير خالص وب50 جنيه، يعني دوبك صغير خالص كده. عارفين السمك بيبقى مش جايب نص الكف ده بتاع الشوي ده اللي الناس بيحبوا يشووه كده. كانت سألة عليه ب50 جنيه. ما أنا قلتلها لا ده انا جايباه ما شاء الله اكبر من الكف وب65. راحت قالت لي والله انت شاطرة وجميل والله مش غالي. وبصراحة فضلت يعني ايه تشكرلي وكده، يعني في الحاجة وكده. ما طبعا ما طبعا بقى روحت جايبة كيلو. الكيلو يا بنات طلع معايا يعني 6 حتات وكده، وما شاء الله يعني ايه طلع حلو. رحت بقى طبعا مسكته ونضفته وكده، واحلى سمك واجمل سمك تاكليه هو السمك بتاع الشتوي. تلاقي بصي يا بنات بطنه كده مليانه بالدهون، ومليانه بالكبده، ومليانه بقى بالبطاريخ والحاجات الجميله دي. قسما بالله السمك ما محتاج يعني يتفتح، يعني ما شاء الله الكبديه فيها كبيره والحاجات دي. بس يعني بنقرف بصراحه من البطن وكده ما بفتحه. بس اللي بيحب يعني يعمله ببطنه كده بصراحه السمك الشتوي يعني ما يعلى عليه، ما يختلفش عنه اتنين. بصراحة سمك الشتوي يبقى نضيف، ويبقى بطنه مبطرخة كده وجميل تحفة. هنا طبعا الواحد بقى منضفه كده مع نفسي، عشان برضو يعني الفيديو مش يبقى طويل قوي وكده. اللي السمك بياخد برضو ايه وقت، السمك الشبار بالذات بياخد وقت في تنظيفه. اما السمك المتلج دوت اللي بيقول عليه سافريديا ده، دي في 10 دقايق بالظبط بتبقى اصلا انت بتبقى منضفاه ومخلصاه. اما الشبار بياخد حبة وقت. انت بتشيلي اول حاجة بقى نغشيشه وديله وجناحه وظهره، وبعد كده بترجعي تحكيه بالسكينة، وبعد كده بترجعي تفتحي، ما بياخد وقت. اما التاني كلياته في دقيقتين بتبقى مخلصاه. السفردي دوت اللي بيبقى متلج ده. ما طبعا بس انا بصراحة بحب الشبار عن السفردية. الشفار الشفار ايه السمك الشبار بيبقى فيه غذاء اكتر عن المتلج، بيبقى طعمه احلى ولحمته احلى. وبصراحة انا بحب الشبار عن المتلج وكده. المهم بقى اروح اجيبها بقى كيلو، وزي ما قلت لكم يا بنات الكيلو طلع معايا ما شاء الله 6 حتات وكده. وهو مش غالي، يعني قولوا لي برضو عندكم السمك بكام، والحجم دوت حلو ب65 ولا غالي؟ وقولوا لي عندكم بيتباع بكام وكده، على الاقل برضو نعرف من بعض ايه الاسعار في بلدنا والاسعار عندكم والكلام ده كله هيتو، وندردش كده مع بعض.
هنا طبعا شلت بقى النغاشيش كلها، مش النغاشيش، البتاع دي اللي بيبقى على الظهر كده يا بنات، عملته بالسكينة حكيته. وخلاص بقى هفتح بطن السمكة، وبصوا على جمال بطن السمكة والله يا بنات، كبدة ودهون. وبصوا سمك بطنه نظيفة جدا جدا جدا. اللي في ناس بيقولوا لا ممكن رخيص عشان بطنه بتبقى وحشة او واكل حاجات وحشة، لا والله يا بنات جميل، تحفة تحفة تحفة. بطن السمكية، بصوا بصوا شوفين الكبدة اصلا قدين، الكبدة قد كبدة الفرخة قسما بالله. لا ما شاء الله السمك دي تحفة تحفة كده. آه طبعا لو حابين تاكلوه مشوي او مقلي ما يختلفش عنه اتنين برضو. بس انا بصراحة لو بحبه مشوي بحبه اجيبه جاهز، مش بحب ان انا اشويه في البيت وكده، بيعمل ريحة وتحس ان الشقة كلها عملت ريحة سمك وخلاص. لا ده ومشوي بره وخلاص. اه حماتي والله فضلت يعني تشكلي فيه وكده، اللي هي شافته وكده، وقالت لي والله يا بنتي ما غالي خالص وحلو. حتى فضلت تسألني هو فين مكان الراجل ده بيبقى قاعد فين، اللي انا يعني ايه معاملة واحد. يعني انا اول ما بدخل عليه بروح عليه طول، يعني اول ما بدخل السوق بروح عليه اساله على السمك وكده، يقول لي كذا كذا. وبصراحه يعني بيخليني انقي السمك، يعني السمك ده انا منقياه. شايفين الكبده، شايفين بطن السمكه، بصوا بصوا، عشان محدش يقول لي ايه ده اكيد سمك واكل حاجات وحشه او كده، لا ده سمك واكل حاجات وحشه ومستحيل هيبقى بالحلاوه وبالجمال ده. هنا بقى يا بنات وانا بقى غسلته بالليمون كده ووضبت عليه، وانا بفتح الليمونه فتحت صبعي الكبير والله. انا عماله اعمل معاكم بالعافيه، انا فضلت اصلا قاعده شويه محايد بقى كتم وكده. وبدات بقى لاني ايه اشتغل، انا ما بعرفش اشتغل وانا صبعي مربوط. وبدات بقى انا اجيب المعلقه وكده وابدا ان انا احشي بيه وكده. طبعا حشوه السمك دي على حسب ما انتوا حابه، بس هما اكتر البيوت واكتر المصريين عارفين حشوة السمك هي عبارة عن فلفل وتوم وطماطم، كمون، فلفل اسمر والحاجات دي، والبهارات، حبة كزبرة والحاجات الجامدة دي. وخلاص بقى بندقهم، وخلاص بقى بيبقى معانا خلطة، وبنحصر عليهم ليمونة. وبنبدأ بقى ان احنا نمسك السمك ونحدقه. هنا برضو كنت ببص ايه بشوف ده في سمك مش اتحدق كده، ناسية سمكية، لقيت سمك كله متحدق. كان باقي معايا حبة دقة كده، بدأت ان انا انزلهم في غشيش السمك عشان السمك يتحدق كده. وكان بصراحة السمك دي كان مسكر بطريقة فظيعة، والله كان طعمه جميل. لو فضلنا نتكلم على السمك والله ما نديله يعني ايه تقدير، انا من نوع اصلا من عشاق السمك، بس الشبار اكتر، يعني في الشبار هو ايه اللي يفوز معايا بصراحة. خلاص بقى انا هسيبه هنا في التتبيلة دي يجي ساعة، وخلاص بقى بعد كده هقليه. دلوقتي بقى هجهز معاكم السلطة. وسلطة الشتا يا بنات ما يختلفش عليها اتنين والله يا بنات. سلطة الشتا بيبقى كلها فيتامينات وخضار، اللي عايزة تعمل رجيم تعمله في الشتا، احلى سلطة تاكلها في الشتا مع الرجيم. هنا بقى السلطة بتاعتي يا بنات، بصوا انا فشرت جزراية، وهحط خس واحط فلفل رومي واحط فلفل حراق، عشان بقى السلطة تبقى حراقة كده معايا ومديني طعم السبايسي وكده. وايه تاني يا رب، واحط بقدونس، البقدونس يا بنات بيودي السلطة في حتة تانية، من طعم لريحة بصراحة بيظبطها. انا بصراحة بحب احط الكزبرة، في نفس الوقت بيديها طعم حلو وفي نفس الوقت بيديها ريحة حلوة. شوف بقى كمية الجزر، يعني الجزر كمية لما فشرتها ما شاء الله يعني ادتني كمية كبيرة وحلوة. هنا والله يا بنات انا ما كنت عارفة امسك السكينة بين صبعي، ولا عارفة اتحكم، انا عمالة اخرط وخلاص بس مش عارفة اتحكم من صبعي وكده، اللي هو عمال يوجعني وكده من مطرح ايه ما اتفتح من السكينة وكده. اه هو عامة ولا بيجيب دم ولا حاجة عشان محدش يتقرف، بس هو ما يعني مش بيجيب حاجة، بس هو في وجع، يعني صبعي بيوجعني بس. ما طبعا انا عمالة اعمل بالعافية والله يا بنات في الحتة دي، حتى ما حد دلوقتي لسه صبعي شدد عليا وكده. وادي الكزبرة الجميلة بتاعت الشتوي وحلاوة سلطة الشتوي، اجمل طبق تاكلوه سلطة هو في الشتاء. وحطوا بصل يا بنات فيها، بصل اخضر بقى بصل ناشف زي ما انتوا حابين، خرطوا.
بس انا بصراحة مش خرطت، اللي انا قلت انا كده عندي بصل اخضر وهناكل جنب السمك بصل اخضر، ما مش لازم بقى احط في السلطة وكده. انا طبعا بعمل كمية سلطة كبيرة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، عشان اللي انا يعني جوزي جاع، ابني جاع كده، يعني اي حد يعوز ياكل وكده، ابدا ان انا افضله سلطه في طبق صغير واحدقه، وابدا ان انا احط له رز وسمك وكده وياكله بالف هنا. عشان يعني مش طول النهار كل شويه اقوم اعمل سلطه ولا الكلام دوت. تبقى السلطه محطوطه في التلاجة وما تخافوش، مش بتنزل ميه خالص، مش هتخافوا ابدا ابدا. السلطه مش بتنزل ميه طول ما انتي مش حاطه فيها ملح. انتي وحطيتي فيها ملح اعرفي السلطه بتاعتك باظت وهتنزل ميه. اما طول ما انتي مش حاطه فيها ملح ولا كمون بقى ولا فلفل اسمر ولا اي توابل مش هتنزل ميه. انتي على قد الاستخدام فضي في الطبق وروحي بقى محدقه حدق بقى بكمون بفلفل اسمر بكزبره، اللي انتي حابه ان انتي تعمليه اعمليه، بس ما تحطيش ملح ولا اي توابل في الكمية كلها وكده. هتقعد معاكي من الصبح لحد اخر النهار، وممكن كمان عايزة تسيبها في التلاجة تبيت عادي، مش هيحصل لها اي حاجة خالص. ما طبعا انا اللي على طول بعمل كده كل اربع، وعينها بقى في التلاجة. حد جايع كده بجيب اي حاجة وخلاص، تبقى الحاجة يعني جاي جاهزة وكده. انضف ما كل شويه هاتي الطبق، هاتي الجزرايه، هاتي مش عارفه ونعمل سلطه. لا انا بريح دماغي خالص بصراحه. انا بحب الحاجه اللي بتريح بصراحه. هنا بص يا بنات، قلت اعمل بقى الطماطم كده عشان اخلص، انا طبعي كان قايد نار اصلا. اه والله كانت طريقه حلوه، وفي نفس الوقت الطماطم اتقطعت معايا بسرعه وكده. وفي نفس الوقت انا حسيت كميه الطماطم دي كتير، ما انا شلت واحده يعني وكده وعينتها، قلت يعني كميه كتير وكده اهوت. وخلاص بقى يا بنات انا هخلط بقى الحبايه ديت، وزي ما قلت لكم الحبايه الاخيره دي راح اعينها، لان حسيت يعني الكميه كتير، وانا اصلا كده كده سبحان الله السلطه مش بتحبني يعني خالص. ما طبعا اللي بياكل السلطه عندي ادم وباباه بس، يعني روبان بنتي مش من نوع يعني كيفة سلطه قد كده، هي اصلا ما بتاكلش، عامله رجيم. روبان بنتي ال24 ساعه عامله رجيم. ما طبعا قلت خلاص بقى كفايه كده اهو. خلاص بصوا ما شاء الله على طبق السلطة بتاع الشتوي دوت، يا جمال ويا حلاوته. احصروا كده بقى ليمونتين من فوق السلطة دي، وادعولي وادعولي كده. شايفين السلطة وحلاوة السلطة، وخضر بقى السلطة، والبصل. البصل يا بنات، البصل اهم حاجة جنب السمك، وما ينفعش ناكل سمك من دون بصل، ما ينفعش. شتا صيف لازم يبقى فيه بصل. لو ما فيش بصل اخضر بروح جايبه بصلايه ناشفه بحطها بقى على السلطه وكده. هنا بقى يا بنات انا كنت قليت بقى السمك، وطبعا كان لسه في 4 سمكات تانيين، بس انا في الوقت ده كده كنت قالية سمك وغديت ابني وبنتي اتغدت. ولما جوزي جه رحنا بقى مفضيين وكده. كان لسه برضو في سمكتين وكده بيتقلوا، وفي سمكتين العيال بألف هنا يعني كلوهم وكده. وخلاص وده بقى الغدا بتاعنا يا بنات، سلطة ورز وسمك وحاجات من دي. بعد الغدا وبعد ما غسلنا المواعين وتعبنا وحسينا بقى بمجهودنا، محتاجين حاجة واحنا قاعدين تنعنشنا. مفيش احلى من كوباية النسكافيه. الجو ساقع وعايزين بقى نتدفى، وفي نفس الوقت بقى احنا خلصنا اللي ورانا كلنا، اتغدينا وغسلنا المواعين وكده. هنا بقى عملت 4 كوبايات نسكافيه. كان ابني بقى طبعا راح الدرس وجه، كنت انا خلصت كان ابني راح الدرس وجه. عملت بقى لعيالي بقى، عارفين كوبايات الشاي الصغيرة المقطقطة ديت، عملت لهم فيهم نسكافيه، هما بيحبوهم قوي الكوبايات الصغيرة المقطقطة دي. وعملت لنا انا وابو ادم كوبايتين برضو نسكافيه وكده مع العيال. وبعد ما شربنا المسكافيه وبطننا اتهوت شوية من المسكافيه، نسكت نقعد بقى وهادين؟ لا طبعا ندخل بالتقيل. وطبعا هو بقى السفندي والبرتقال. زي ما احنا عارفين النهاردة الاربع، ويوم الاربع بيبقوا العيال عايزين يتدلعوا، يعني عايزين بقى فاكهة، عايزين بقى الحاجات الحلوة، عايزين بوزة، عايزين قراقيش. ما طبعا انا لازم ادلع عيالي يا جماعة، يعني النهاردة الاربع مش هدلعهم.
ما طبعا كلوا البوظة والقراقيش وما شاء الله شربوا النسكافيه. بعد كده بقى عايزين فاكهة، دخلنا بقى على الفاكهة. والفاكهة اللي كنت جايباها من السوق كان برتقان، وبابا ربنا يخليه يا رب كان جايب لي السفندي دوت